بعد ما تخلص صلاتك اوعى تقوم وتمشي على طول، لان جاي النهارده اقول لك على 5 حاجات لو عملتهم بعد الصلاه الملائكه تستغفر لك وصلاتك تقبل ولا يمنعك من دخول الجنه الا الموت. ايه رايك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. زي ما اتفقنا ما فيش مسلم ما بيصليش. خلصنا الصلاة وقلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ناس كتير بتقوم من صلاتها وتمشي وبتضيع أجر عظيم لو عرفته عمرها ما هتبطله. ويلا بينا نبدأ بالعمل الأول. بعد ما تخلص الصلاة خليك قاعد في المكان اللي انت صليت فيه، ما تقومش على طول. بس كده. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. تفضل قاعد في مكانك اللي انت صليت فيه محافظ على وضوءك، الملائكة تستغفر لك، واستغفار الملائكة مقبول، يبقى ذنبك يغفر بإذن الله. طب والعمل التاني وانت قاعد في مجلسك تبدأ تقول أذكار ما بعد الصلاة، واللي أولها قراءة آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة بعد ما تخلص الصلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. تحافظ على قراءة آية الكرسي بعد الصلاة بإذن الله تبقى من أهل الجنة. طب والعمل الثالث إن احنا نقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. جبناها منين؟ قال صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. شوف الهدية عاملة ازاي؟ هما يسير ومن يعمل بهما قليل. أول واحدة منهم اللي احنا قلناه بعد الصلاة سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. طب والتانية إنك عند النوم تقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. نحافظ عليهم نبقى من أهل الجنة بإذن الله. هتقول لي أنا عارف إنك هتقول لي استنى يا أمير، أنا بعد الصلاة بقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخر. ينفع واخد نفس الجايزة؟ ينفع، وتبقى كده كمان جبت الصورة الأكمل. فيبقى الأقل زي ما اتفقنا 10 مرات، والله عرفنا نعمل الأكمل أحسن وأحسن وأجر أعظم بإذن الله. طيب والعمل الرابع بعد الصلاة إنك تقول الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر 3 مرات، وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات، ولا إله إلا الله 3 مرات. طب دول بيعملوا إيه بقى؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال هذه الكلمات دبر كل صلاة وعندما يأخذ مضجعه، يعني بعد ما يخلص صلاة ولما يجي ينام، قال صلى الله عليه وسلم: كن له في قبره نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة. يعني الكلمات دي وراك في القبر، على الجسر، على الصراط، ياخدوك من ايدك تدخل الجنة، يطمنوا عليك. تقولهم وتحافظ عليهم ولا تنساهم؟ نحافظ عليهم. اما بقى العمل الخامس هو انك بعد ما تخلص الصلاة تقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طب وده فايدته ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم انه اللي خلص صلاته ويقول كده: من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير. يعني ايه؟ يعني العمل يتقبل، تاخد ختم القبول على العمل ده حتى تجد هذا العمل عند الله عز وجل في الآخرة بإذن الله فتدخل الجنة. يعني صلاتك تبقى مقبولة بإذن الله. خلصت ال5 حاجات دول تقدر تقوم يا باشا، وانت معاك استغفار الملائكة لا يمنعك من دخول الجنة إلا الموت. حافظت على العمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي بيحافظوا عليه قليل وهو بيدخل الجنة. ضمنت لنفسك نور في القبر وعلى الصراط لغاية ما يدخلك الجنة، وختمت على صلاتك بطابع القبول ينتظرك في الآخرة بإذن الله. طب أنا أعمل إيه بقى؟ أنا بقى يا جماعة أنا بحبكم في الله، طيب أعمل إيه؟ لازم أجيب لكم هدايا، ربنا يتقبل مني ومنكم. فلو سمحت قدرني زي ما بقدرك. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل للفيديو لايك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وفولو على الانستجرام، شير في الخير، الدال على خير كفاعله، وللدعم على باتريون لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 هتلاقي لي كل الفيديوهات. وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.